أهلا بكم. موعدنا النهاردة مع رحلة فنية وإنسانية مدهشة بجد. قصة راجل عرفناه على الشاشة بشخصية واحدة بس، شخصية ما بتتنسيش. لكن حياته كانت أوسع وأغرب من أي دور سينما ممكن نتخيله. بالظبط، رحلة جمال رمسيس أو لوسي، من أضواء سيرك شبرا للظل الهادي في أوروبا. كلنا بنضحك لما بنسمع جملة لوسي ابن طنط فكيهة، أكيد. لكن ورا الوش الكوميدي ده في قصة فنان مصري أسس سيرك عالمي ولف قارات العالم كلها، واجه نجاح نجاح ساحق وفشل مرير جدا. واحتتم حياته بشكل محدش كان يتوقعه أبداً. النهاردة هنروي الحكاية الكاملة، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ادعمونا بلايك وشاركوا الحلقة عشان الكل يستفيد. طيب الحكاية دي لازم نبدأها من مكان مش متوقع خالص. اللي هو مش من استوديو سينما، لا، من خيمة سيرك في حي شبرا في القاهرة في أوائل الأربعينات. سيرك في شبرا. أيوة، ودي مش مجرد قصة شاب موهود وخلاص، دي قصة مشروع عائلي ضخم. جمال رمسيس كان واحد من مؤسسي سيرك رمسيس. هو كان من المؤسسين. هو واخواته التلاتة، وأهمهم كان أخوه ميمو. دي نقطة مهمة قوي. هو ما كانش فنان انضم الفرقة وخلاص، لا، ده كان صاحب مشروع من البداية. بالظبط. ده بيغير نظرتنا لشخصيته تماما. ده مش ممثل بيدور على فرصة، ده صانع فرص. تماما. والمصادر بتوصف السيرك ده إنه ما كانش مجرد مكان للعروض، لا، ده كان مدرسة فنية متكاملة. مدرسة بكل معنى الكلمة، فيها اتعلم جمال وفهم يعني إيه جرأة، يعني إيه إتقان بدني يوصل لحدود المستحيل، وطبعاً فن التعامل المباشر مع الجمهور. في السيرك مفيش قعدة مشرد، مفيش فرصة للغلط أبداً. كل حركة محسوبة، الحركة وفنون الأداء الجسدي بقت جزء من تكوينه. وهنا بقى لازم نقف عند المهارات دي. احنا بنتكلم عن تحكم كامل في الجسم، تعبير بالحركة، لغة جسد. دي أساسيات فنان السيرك. فعلاً. وهنشوف بعد كده ازاي يستخدم الأدوات دي بعبقرية في الكوميديا. بس قبل ما نروح للمرحلة دي خلينا في الاسم لوسي. الاسم ده جه منين؟ بص، في تحليل ذكي جداً للموضوع ده. الأغلب إن لقب لوسي هو اختصار لاسم عيلته رمسيس. رمسيس، لوسي. منطقية. اسم رمسيس نفسه له ثقل تاريخي وحضاري كبير، فكأنه كان بيصنع لنفسه علامة تجارية، براند فني بيجمع بين الأصالة المصرية والحداثة. اسم خفيف وسهل. أيوة، اسم خفيف وسهل النطق عالمياً، لكن جذوره ضربة في عمق التاريخ المصري. ده تفسير مثير للاهتمام، بس ممكن يكون في احتمال تاني أبسط؟ هل ممكن يكون مجرد اختيار عملي بحت؟ زي إيه؟ اسم سهل على الأجانب والأوروبيين ينطقوه، بدل اسم جمال اللي ممكن يكون صعب عليهم وقتها، خصوصاً إنه كان بيفكر في العالمية من بدري قوي. وارد جداً. والحقيقة الاتنين مش عكس بعض. ممكن يكون بدأ كاختصار لاسم العيلة، وبعدين لقى إن له قبول عالمي وسهل في التسويق فاستمر عليه. صح. ده بيورينا عقليته العملية من البداية. هو مش بس فنان، ده مدير أعمال نفسه. ولما نحط ده في سياقه الزمني، هو مواليد 1921 وتوفى 2002، عاش تحولات ضخمة في العالم كله. والرحلة دي من شبرا لأمستردام هي اللي بتلخص كل التقلبات دي. طيب، هو أسس كيان ناجح جدا في مصر. إزاي سيرك محلي من شبرا بيوصل إنه يفكر يغزو أوروبا؟ إيه كانت الخطوة الأولى في القفزة الجبارة دي؟ النجاح الكبير اللي حققوه في مصر هو اللي شجعهم. وقتها ما كانش فيه حواجز ثقافية كتير زي دلوقتي، والفن المصري كان له تقدير كبير. طبعا. فانطلقوا في جولة أوروبية، والمصادر بتوصفها إنها كانت ناجحة نجاح مبهر. أذهلوا الجماهير الأوروبية بقدراتهم وبشكل العروض اللي بيقدموها. والنجاح ده كان هو البوابة للي بعده. بالظبط. النجاح ده ما كانش مجرد إنجاز فني، ده كان جسر ذهبي فتح له باب مكان تاني خالص، أمريكا. وراح أمريكا بدعوة من عمه. ده بيوضح إن شبكة العلاقات العائلية كانت بتلعب دور مهم في مسيرته. أكيد. لكن إيه اللي حصل هناك؟ إيه شكل التحديات اللي قابلت فنان مصري في هوليوود في الخمسينات؟ بص، إحنا بنسمع عن حاجز اللغة ككلمة عامة، بس على أرض الواقع ده معناه إنك غالباً محصور في أدوار نمطية جداً. بالظبط. هو شارك في أدوار صغيرة في التلفزيون وفي أفلام أمريكية، لكنه ما وصلش لدور بطولة. التحدي ما كانش بس في نطق اللغة، لكن في فهم الإيقاع الثقافي للحوار، سرعة البديهة اللي بتطلبها الكوميديا الأمريكية مثلاً. لكن أكيد كانت تجربة مفيدة. لا، كانت تجربة لا تقدر بثمن.
هو احتك بصناعة سينمائية ضخمة ومنظمة، شاف إزاي الأمور بتدار على أعلى مستوى. ورغم إنه ما وصلش للبطولة في أمريكا، مغامراته منتهتش. أبداً، رجع أوروبا تاني، بس مش لنفس المكان اللي بدأ منه. ودي نقطة تورينا إصراره وعدم استسلامه. تماماً. سنة 57 شارك في فيلم فرنسي اسمه باد جريزبي بور ريكادو. فيلم فرنسي كمان؟ أيوة، دي خطوة بتورينا فنان مش بيخاف يستكشف أسواق جديدة. هو كان في حالة حركة دايمة. نقدر نوصفه في الفترة دي بأنه كان سفير ثقافي متجول، سفير ثقافي متنقل. بيتنقل بين القارات وهو شايل هويته المصرية، لكن بيقدم فن بيفهمه العالم كله. بعد كل الجولات العالمية دي، في أواخر الخمسينات بيحصل أغرب قرار في القصة كلها. العودة لمصر. أيوة، بيقرر يرجع مصر. ده الجزء اللي محيرني جدا. يعني هو حقق شهرة عالمية واحتك بهوليوود والسينما الفرنسية. ليه يرجع؟ هل حس إن الصناعة في مصر وقتها ممكن تديله فرصة أكبر؟ ده سؤال منطقي جدا. العودة دي ممكن نشوفها من كذا زاوية. يمكن حس بحنين لجذوره وللجمهور اللي بدأ معاه، ممكن. ويمكن وده الأهم شاف إن السينما المصرية في أواخر الخمسينات وبداية الستينات كانت في عصرها الذهبي، فعلا كانت فترة عظيمة. وفيها مساحة يقدر يثبت نفسه فيها كنجم حقيقي، مش مجرد ممثل في أدوار مساعدة زي ما كان بيحصل في أمريكا. وفعلا شارك في 3 أفلام بس، لكن فيلم واحد منهم كان كفيل يخلده للأبد. إسماعيل ياسين بوليس سري، ملاك وشطان، وبعدين التحفة إشاعة حب سنة 60. وهنا بقى لازم نتكلم عن مشهد لوسي بنت طنط فكيها. المشهد ده المفروض يتدرس. طبعاً. إيه اللي خلاه عبقري بالشكل ده؟ هو التناقض الصارخ. عندك يوسف وهبي عملاق المسرح الكلاسيكي بيمثل بكل ثقل وتاريخه الدرامي، وفجأة يدخل عليه الكائن ده. كائن غريب فعلا. طريقة مشيته، حركة إيده، نبرة صوته، كل ده غريب تماماً على أداء يوسف وهبي. بالظبط، كأنك جبت ممثل شكسبيري بيأدي مشهد تراجيدي ودخلت عليه شخصية من فيلم كرتون. أحسن وصف. الصدام بين العالمين دول هو اللي ولد الكوميديا العبقرية دي. وهنا بقى لازم نرجع للسيرك تاني. هي دي النقطة بالظبط. الأداء الجسدي المبالغ فيه بتاع لوسي، طريقة فردة جسمه، حركاته اللي شبه بهلوانية. دي مش مجرد كوميديا. لا طبعاً، دي فنون سيرك صافية تم تطبيقها على التمثيل. هو استخدم كل خبرته في التحكم الجسدي اللي اتعلمها في شبرا عشان يخلق شخصية لا تنسى. ما كانتش مجرد إفيهات بتتقال، ده كان أداء جسدي كامل. كامل متكامل. وهو ده اللي بيرجعني لنفس الحيرة. هو حقق نجاح أسطوري بمشهد واحد، يعني معظم الممثلين كانوا هيبنوا مسيرة كاملة على النجاح ده. ليه يمشي ويسيب كل ده ويرجع أوروبا تاني؟ ده قرار يكاد يكون غير مفهوم. أعتقد إن مفتاح فهم القرار ده هو شخصيته اللي كونها من البداية. اللي هي إيه؟ هو مش مجرد ممثل، هو مؤسس، منتج، ومغامر. يمكن حس إن هيكل الصناعة في مصر وقتها رغم عظمتها كان هيحصره في أدوار معينة. هيحصروا في دور لوسي أو الأدوار اللي شبهه. ممكن جدا. وهو كان عاوز يبني إمبراطورية خاصة بيه، مش مجرد إنه يكون نجم في أفلام الآخرين. روح المغامرة اللي جواه كانت لسه بتناديه. وللأسف المغامرة اللي بعدها كانت بداية النهاية. للأسف الشديد رجع أوروبا وحاول هو وأخوه بيمو يدخلوا عالم الإنتاج. خطوة طموحة جدا. جدا، وتعتبر التطور الطبيعي لمسيرته. فنان عنده خبرة عالمية زي دي طبيعي يفكر إنه ينتج أعماله بنفسه. أنتجوا فيلم بلجيكي من بطولتهم، وكانوا حاطين فيه كل حاجة، كل أحلامهم وكل مدخراتهم. وهنا بتحصل الكارثة. لازم نتوقف عند اللحظة دي لأنها غيرت كل حاجة. ده مش مجرد فيلم فشل في شباك التذاكر. لا، ده كان حدث مدمر لحياته. مدمر تماماً. الفيلم فشل ذريع على كل المستويات، تجارياً ونقدياً. الخسارة المالية كانت فادحة لدرجة إنها قضت على كل رأس مالهم. يعني الحلم اتحول لكابوس. كابوس قضى على كل شيء بنوه على مدار سنين. الفشل ده ما كانش مجرد عفرة، ده كان نقطة العودة. ده اللي كتير من الناس مش فاهمينه. بالظبط. هو ليه مختفاش بس من السينما المصرية؟ هو اختفى من الحياة الفنية كلها. بالظبط. الخسائر أجبرته على البقاء في أوروبا، ما بقاش قرار اختياري، بقى مجبر. كان لازم يفضل هناك عشان يحاول يبني حياته من الصفر ويسدد الديون اللي عليه. الفشل ده قفل قدامه باب العودة لمصر بشكل نهائي. وهنا القصة بتتحول تماماً، من حكاية طموح ونجاح
لقصة صمود وبقاء ومقاومة في وجه ظروف قاسية جدا. بقى محاصر في قارة كان في يوم من الأيام نجم فيها. تخيل الموقف النفسي، من نجم عالمي ومؤسس سيرك كبير لشخص مفلس ومطارد بالديون في بلد غريب. صعب جدا. من هنا بدأت رحلة البحث عن أي ملاذ. دخل في مرحلة نقدر نسميها سنوات التيه. ما بقاش عنده مكان ثابت. المصادر بتقول إنه قضى فترات طويلة بيتنقل بين بلجيكا وفرنسا وهولندا. بيدور على أي حاجة. بيدور على أي فرصة، أي عمل، أي إحساس بالاستقرار. السنين دي غامضة وما فيهاش تفاصيل كتير، لكن نقدر نتخيل إنها كانت مليانة وحدة وتحديات يومية صعبة. لحد ما لقى مستقره الأخير أو شبه الأخير في إسبانيا. صح. وهناك بيحصل تحول كبير تاني في حياته. في إسبانيا قرر يعيد اختراع نفسه مرة تانية. ابتعد تماماً عن الفن والأضواء وركز على إدارة الأعمال. عمل إيه؟ أسس نادي ليلي واختار له اسمه عبقري، شهرزاد. شهرزاد. الله، الاسم نفسه قصة. طبعاً. كأنه كان بيحاول يسترجع روح السحر والمغامرة والحكايات اللي بدأ بيها حياته في السيرك. بالظبط. الاسم فيه حنين لألف ليلة وليلة وللشرق اللي سابه وراه. ده بيورينا إن روحه الفنية كانت لسه جواه. فعلا. وهو ده التحليل الأقرب للمنطق. ده بيورينا جانب تاني خالص من شخصيته. اللي هو إيه؟ القدرة المذهلة على التكيف والبدء من جديد في مجال مختلف تماماً. بقى رجل أعمال ناجح، وده بيحتاج مهارات مختلفة تماماً عن التمثيل. أكيد بيحتاج إدارة وتسويق. وفهم للثقافة المحلية. رحلة التنقل الطويلة دي بتوضح قد إيه كان عنده إرادة صلبة وقدرة على الصمود وإعادة تشكيل نفسه كل مرة. وبعد كل التقلبات دي، من أضواء السيرك في شبرا لنجومية السينما العالمية والمصرية، للفشل المدوي لنجاحه كرجل أعمال في إسبانيا، إيه كانت اللوحة الأخيرة في قصة حياته؟ الفصل الأخير كان الأكثر هدوءاً وعمقاً. في سنواته الأخيرة ابتعد عن كل شيء، عن الأضواء وعن البيزنس. واكتشف شغف جديد. شغف جديد ومختلف تماماً عن كل اللي عمله قبل كده. الرسم. الرسم ده تحول جذري. جداً. من فنون الأداء الحركية الصاخبة اللي بتعتمد على الجمهور لفن صامت وفردي بيتطلب تأمل وهدوء. وده يمكن بيعكس حالة النضج الروحي والفكري اللي وصل لها في نهاية حياته. يمكن لقى في الرسم وسيلة يعبر بها عن كل الذكريات والتجارب والتقلبات اللي عاشها. حاجات الكاميرات ما قدرتش تظهرها. بالظبط. والمصادر بتقول إنه كان بيرسم وبيبيع لوحاته كمصدر للرزق. فالموضوع ما كانش مجرد هواية، ده كان أسلوب حياة جديد وهادئ. والنهاية كانت فين؟ في سنة 2002 توفي جمال رمسيس بهدوء في مدينة أمستردام الهولندية. أمستردام. أيوة. ومكان الوفاة له رمزية خاصة جدا. هولندا كانت واحدة من المحطات الأوروبية الصعبة في رحلته بعد أزمة الفيلم البلجيكي. فكأن الدايرة اكتملت. بالظبط. كأنه رجع لنقطة من أصعب نقاط البداية في رحلته الأوروبية عشان ينهي القصة هناك. لو بصينا على حياته ككل هنلاقيها مليانة تناقضات مدهشة جدا. مؤسس سيرك، نجم عالمي، أيقونة كوميدية خالدة في مصر، منتج فاشل، رجل أعمال ناجح، وفي النهاية رسام هادئ. قصة رجل صنع عالم من الشهرة والأضواء وبعدين اختار بإرادته إنه يختفي في سلام داخل فنه الأخير. فعلا. نحب نعرف رأي المتابعين في المحتوى ده. لو عجبكم ادعمونا بلايك واكتبوا رأيكم في التعليقات. ولو تحبوا ترشحوا موضوعات معينة للحلقات الجاية اكتبوا لنا في التعليقات وهنلبي الترشيحات في أقرب وقت. قدام الناس، في السيرك، على الشاشة، وحتى كرجل أعمال بيقدم سهرات في ناديه. يمكن فنه الأخير الرسم كان أول مرة يعمل فيها حاجة لنفسه هو وبس، بعيداً عن عيون الجمهور. يمكن ده كان أعظم أداء في حياته كلها. مرة تانية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الحلقة عشان الكل يستفيد. وإلى هنا أعزائي بتنتهي بنا أحداث حلقتنا الممتعة، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة لكم مني أطيب المنى وأستودعكم الله.